في الوقت اللي كان كله بيزايد على مصر كانت هي الصوت المسموع والإيد اللي بتقدم المساعدة الحقيقية، من فتح المعابر لتأمين المساعدات وصولا لأصعب مفاوضات في التاريخ الحديث. في فيديو النهاردة هنوضح بالدلائل الدور اللي لعبته مصر في أزمة غزة بعيدا عن أي شعارات. في الفترة اللي فاتت يا جماعة، وسط الأوجاع اللي كلنا شفناها في غزة، طلع علينا محللين وصوار كيبورد من دول تانية، ناس ما سمعناش صوتهم غير وهم بيشتموا في مصر وبيزايدوا على دورها. الكلام كان كتير قوي، بس الحقيقة دايما بتبقى أغلى من الشعارات. طيب يا جماعة، خلونا نتكلم بالعقل شوية. الناس دي كانت بتطالب مصر بفتح معبر رفح، كأن المعبر ده مجرد بوابة في جنينة. يا جماعة، الجانب الإسرائيلي هو اللي سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهو اللي كان بيقصفه وبيهدد أي حد يقرب منه. مصر كانت وما زالت هي الدولة الوحيدة اللي واقفة على خط النار، بتتفاوض ليل ونهار علشان بس تدخل شاحنة أكل أو علاج، وبنتحمل ضغوط مفيش بشر يتخيلها عشان بس نحمي القضية الفلسطينية من التصفية. السؤال هنا بقى، هما كانوا عايزين مصر تعمل إيه؟ تدخل في حرب إقليمية شاملة بقرار انفعالي عشان يرضوا هما؟ الأغرب من كده إن الناس دي اللي كانت بتزايد على مصر جيوشهم موجودة في مكانها ما اتحركتش، وبلادهم كانت بعيدة عن التهديد المباشر، ولا شفنا منهم حتى قافلة إغاثة توازي اللي مصر قدمته. سهل جدا تقعد في بيتك تشرب قهوتك وتكتب بوست تزايد بيه على دماء المصريين ومجهودهم الدبلوماسي. المزايدة دي ما كانتش نصرة لغزة، دي كانت شو إعلامي عشان يداروا بيه عجزهم، أو ممكن عشان يغطوا على مواقفهم اللي محدش سمع عنها أصلا. والحقيقة بقى اللي محدش يقدر ينكرها، إن أكتر من 80% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت غزة دخلت عن طريق مصر، وبدعم كامل من الحكومة المصرية والشعب المصري. مصر دفعت تكاليف ضخمة جدا وحركت كل الأجهزة الدبلوماسية في كل المحافل الدولية عشان صوت فلسطين ما يختفيش. مصر ما بتتاجرش بوجع الناس، مصر بتشتغل في صمت لأنها شايلة المسؤولية بجد، مش بالصوت العالي والشعارات الفارغة. في النهاية يا جماعة، التاريخ مش بيكتب اللي صوتهم كان أعلى، التاريخ بيكتب اللي وقفوا وقت المحنة بجد، واللي دفعوا الثمن من أمنهم واقتصادهم. يا ريت قبل ما أي حد يزايد على دور مصر يبص في المراية الأول ويشوف بلده عملت إيه، لأن الكلام ببلاش.